والنيل ومجالات كثيرة جدا تحركت. تعاون في مجال تنسيق تام في مجال رجال الأعمال أو المستثمر عامة بيبقى ليه نظرة غير النظرة الإعلامية، بيبص إن هو هيستثمر أمواله في مقابل عائد هيجيله سريع آمن، مشروع قومي عالي، متعدد الروافد، الموارد البشرية المصرية والإمكانيات اللي موجودة على الأرض في السودان. في تعاون بين المشاريع ورجال الأعمال المصريين. والله الآن نحن نقول بعد الثورة الاستثمارات حجم الاستثمارات المصرية في السودان زادت من ناحية دراسات الجدوى. يعني من ناحية الدراسات والمشروعات اللي تم التقدم بها الأخوان المستثمرين في مصر بقت أكثر من 7 مليار. المنفذ منها فعليا حوالي 683 مليون دولار في مشروعات زراعية صناعية خدمية. لكن دراسة الجدوى ماشية، وأخواننا المستثمرين في مصر يعني هم بيستفيدوا بامتيازات أكثر من الآخرين. لأنه أنت لما تمشي تعمل مشروع استثماري ممكن تاخذ الأعمال كلها مصرية، ما فيش إقامة ما فيش تأشيرة. لكن لو أي مستثمر ثاني في السودان بيحدد له الأعمال كم، الإقامة كم، يدرب سودانيين بكذا وهكذا. فدي مستفيد منها المستثمر أخواننا في الأشقاء في مصر. فبالتالي حجم الاستثمارات يمكن زاد، وإن كان زاد في المجالات الخدمية أكثر من المجالات الأخرى اللي هي نحن بنعتقد أنه المفروض تكون هي استراتيجية، مجال الزراعة والصناعة، لأنه نحن محتاجين أمن غذائي مشترك عشان البلدين يقدروا يمتلكوا قرارهم. فالمشروعات ذات الصناعات التحويلية أو المشروعات التعدينية أو الطاقة في مجال الطاقة أو الطاقات المتجددة أو في مجال الكهرباء أو في مجال، فالمشروعات ذات البنية التحتية هي اللي بتسهل مشروعات مثلا في مجال السكة حديد تأهيل استثمارات فيها لنقل اللحوم لمصر لسد الفجوة الغذائية أو في الطرق البرية. فإحنا يعني الدولة بتركز وبتحفز وبتشجع الاستثمارات في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي لمصلحة البلدين. وإن كان أنت زي ما قلت المستثمر طبعا هو هدفه قد يكون الربح العاجل ولا السريع. فبالتالي كثير من المستثمرين مشوا في مجال الإنشاءات، مجال العقارات، مجال الشقق. ممكن نقول المستثمر بعد الثورة نفسه اتفتحت، لأن هو حس إن هو لو استثمر الفلوس هتيجي لحسابه هو مش لحساب الناس اللي كانت ماسكة البلد، والمشاريع بعد كده بتروح لهم، بتقول إليهم بالوراثة. صحيح. يعني المستثمر يعني بيلقى أمان وبيلقى طمأنينة أنه فلوسه أرباحه حترجع له وبيستفيد منها الشعبين. يعني أنت ما أنت مستثمر مصري رحت زرعت في السودان، خلاص يعني السودان بيستفيد ومصر بيستفيد والمستثمر بيستفيد. وأخواننا اللي شغال في مصر طبعا أولى من غيرهم، لأنه إحنا عندنا مستثمرين في السودان حتى من ماليزيا، من الصين، من كوريا، من بلدان بعيدة، من تركيا. السودان كخريطة سياسية وكموقع جغرافي وكأرض وكشعب وكإمكانيات وفتح زراعها لكل من يقدم مشروع قومي يهدف إلى الاكتفاء الذاتي والتحرر من القيود السياسية التي تقمع الإرادة الشعبية وتقمع الإرادة السياسية للدول. مشروع الاكتفاء الذاتي خبر تواتر من إن السودان خلال عام 2013 هتكتفي ذاتيا من السكر، بل إنها هتقدر تصدر 500,000 طن للدول المجاورة. الاكتفاء الذاتي ومشروع التنموي بين مصر والسودان. في السودان عندنا مشروع اسمه النهضة الزراعية. النهضة الزراعية دي واحدة من أولوياتها أنه بتهتم بمجال تطوير المنتجات الزراعية، تطوير منتجات الصادر، مستهدفين يعني سلع بعينة. يعني 5 مجالات مستهدفة اللي هو مجالات السكر، في مجالات القمح، في مجالات القطن، في مجالات الصمغ العربي، في مجالات الثروة الحيوانية. هذه السلع نحن مستهدفينها يعني لحوجة البلد ذاته لتطويرها وللعملات الصعبة الممكن يعني تجني على البلد، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وذهاب جزء كبير جدا من حصيلة موارد البترول مع جنوب السودان.
فالآن هنالك برنامج استراتيجي يعني جامد قوي شغال في السودان حتى على مستوى السكر. الآن نحن متوقعين أنه هذا الموسم هنالك إضافة كبيرة من مصنع سكر النيل الأبيض بحوالي أكثر من 150 ألف طن حتدخل دورة الإنتاج. للسنة اللي بعدها ممكن ترتفع تدريجيا 250 ألف طن. ده بيخلي السودان أولا يكتفي ذاتيا من السكر، اثنين يقلل فاتورة الاستيراد، لأنه أنت بتستورد السكر عشان تسد الفجوة الموجودة، فبتوفر عملات صعبة من السودان كنت بتستورد بها السكر. الآن في مشروع استراتيجي أيضا يعني لدخول لزراعة توطين البنجر في السكر. يعني كان من أسبوعين هنا وزير الزراعة بولاية الجزيرة وجعل رأس وفد كبير جدا هنا وعمل شغل جامد قوي في مصر هنا مع المسؤولين في مركز الزراعة الدولي للزراعة تابع لوزارة البحوث، وعمل زيارات محافظات على النوبرية. فهو طارح ولاية الجزيرة حوالي 400 ألف فدان دي جاهزة يمكن مروية جاهزة لاستزراعها لبنجر السكر. وفي شركات كبيرة جدا في مصر مساهمة في رحلة حزب البناء والتنمية إلى السودان في الفترة القليلة الماضية كان هو ده يمكن سؤال ما في مجالي، يمكن مرتبط بالجانب أنا مسؤول هنا عن السفارة عن الجانب الاقتصادي، لكن احنا ما نأكد عليه يعني عرض الثورة كل الأحزاب بكل الأحزاب، حزب الوفد، حزب الحرية والعدالة، حزب النور، حزب البناء والتنمية الأحزاب المنبثقة من ثورة 25 يناير، شباب 25 يعني كل أطياف الشعب والأحزاب المصرية يمكن راحت للسودان. وهذه يعني دي كانت بادرة طيبة وجميلة جدا. يمكن بادر أيضا السودان يعني قدوم حزب وفد المؤتمر الوطني للحزب الحاكم الآن برئاسة دكتور نافع، وبعد ذلك الزيارات المتكررة، زيارة الرئيس بنفسه التهنئة الثورة وباركة، زيارة نائب الأول للرئيس السوداني عثمان محمد طه وكل المسؤولين من المؤتمر الوطني. يعني تبادل هذا التبادل الشعبي والرسمي في نفس الاتجاهات، ده اللي هو على أساس لإزالة الرواسب والشوائب اللي كانت الموجودة في الماضي، واثنين للتشابك البلدين في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والثقافية، لأنه قدر ما ترتبط مصلحة البلدين وتقويها تربيتها وتقويها، قدر يعني حتى لو جاء أي نظام سياسي ما يقدرش يعني ما يقدرش عنه يفرتك هذه التشابك، يعني لأنه إذا أنت ما خليت العلاقة مهزوزة ممكن أي واحد ممكن